بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبنا طلاب ثانوية عامة دفعة 2025. معاكم مستر وليد قنديل. دي إن شاء الله المحاضرة الثالثة في العضوية، وزي ما قلنا إن شاء الله الكيمياء في أمان معانا، محدش يقلق. أو شعارنا دايما نقول إيه؟ الكيمياء فين؟ قنديل مع وليد قنديل. نبدأ على بركة الله. النهارده هنتكلم عن حاجة مهمة قوي، وهي تصنيف المواد العضوية. إزاي نصنفها عشان يسهل الدراسة. بس المهم قبل كده لازم تعرف اي مركب عضوي فيه كام ذره كربون. لو عرفت المركب العضوي فيه كام ذره كربون الموضوع بيبقى سهل قوي. ازاي؟ احنا بنيجي نعد بالانجليزي ارقام بنقول 1 2 3، بالفرنساوي اند تروا، بالعربي يا معلم 1 2 3. طب اللغه اللاتينيه الكربون بيتعد ازاي؟ بمقاطع معينه. المقطع ده بيسموه مقطع الك الف لام كاف. المقاطع دي كم مقطع؟ كذا مقطع بالترتيب كده. اول مقطع اسمه مس. اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ مس معناها واحد. لما اقول مس معناها ذره كربون واحده. اس معناها 2، بروب 3، بيوت 4، بنت 5، هكس 6، هبت 7، أكت 8، نون 9، ديك معناها 10. مس، اس، بروب، بيوت، بنت، هكس، هبت، أكت، نون، ديك. نحفظهم مع بعض عشان ده مهم جدا. واحد قلنا مس. في كام لاعب اسمه ميسي في العالم؟ واحد. يبقى واحد ميسي. 2 اس، كأنه 2 ميسي، لاعب بروحين، ميسي بروحين يعني ميسين. طيب عرفنا 1 و2 خلاص. يجي على مثلا 4. الراجل ممكن يتجوز 4 ويفتح 4 بيوت، إذا 4 معناها بيوت. طب 8 ضعف ال4، يعني 2 رجاله متجوزين 4 و4 8. اكت ضعف الايه؟ البيوت. طيب البنت معناها 5. معناها ايه؟ 5 يعني بنت. وللذكر مثل حظ الايه؟ الانثيين. ديك يبقى كام؟ 10. 5 10. طيب بعد كده عندنا اللي فيهم ه وه 6 و7. ه هكس وهب 6 وايه و7. وانت عارف طبعا النون، عارف نون النسوه؟ النون نون النسوه، ودايما الست قبل الراجل، ليديز فيرست، فالست قبل الراجل، نون قبل الديك، ست قبل الراجل. ما الديك مذكر ولا ايه؟ مذكر، يبقى الست قبل ايه؟ قبل الراجل. هيبقى عندك واحد بس اللي هو بروب، يبقى كام؟ 3. كده بالراحه بقى. يبقى واحد مس، واثنين والبنت 5 والديك 10 والبيوت يبقى الاكت 8 وهكس 6 وهبت 7 وبروب 3 ها 3 و7 يعني كام؟ بالله 7. 7 يعني 7 صح. 7 يعني ايه؟ هب. و6 اكس 1 مس 10 دي 8. اوكت راح بقى مس 1 اس 2 بروب 3 بيوت 4 بنت 5 هكس 6 هبت 7 اكت 8 نون 9 ديك. 10 طب في بعد العشرة؟ طبعا في بعد العشرة، بس تركيبات بقى. يعني مثلا نقول 16 مثلا، 16 كربون اسمها هكس ديك. اسمها ايه؟ 6 و10 16. مثلا 17 كربون تبقى ايه بقى؟ برافو، ها هب ديك. 18 وهكذا تركيبات يعني. فمهم قوي نعرف في كام ذره كربون في المركب العضوي. مثال التوضيح، لما نقول الميثان CH4. بصوا ميثان مس. كلمه مس فهمت منها ايه؟ ذره كربون واحده اهي. اما اقول ايثانول فهمت منها ايه؟ كلمه اس دي في 2 كربون اهو. مثال مثلا C2H5OH ده اسمه ايثانول. مش مهم الرمز في حاجه، المهم ان في كام كربون؟ 2.
طيب لو قلت لك مثلا بروبانون، بروب بيبقى كام؟ اكيد في كام ذره كربون؟ 3. رمزه عامل ازاي؟ مش وقته بس اهو CH3 CO CH3. ما تتخضش عادي. اليميني كام كربون؟ 1 2 3. ده اللي يهمني. ها خلاص. مهم قوي تعرف في كام ذره كربون، مهم جدا جدا جدا. طيب عندنا 10 مليون مركب عضوي. مش حد في العالم يقدر يدرس 10 مليون مركب عضوي، صعب جدا. فعشان تبقى الدراسه سهله والتعرف عليهم يبقى سهل، صنفوهم، قسموهم يعني الى قسمين اساسيين. حاجه اسمها هيدرو كربونات. اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ طب من اسمها كده كلمه هيدرو كربونات يبقى فيها ايه وايه؟ فيها كربون وهيدروجين بس فقط. ويعني ايه فقط يا مستر؟ يعني ما ينفعش يكون فيها غير سي واتش بس، غير كده لا تصنف هيدروكربونات، لا تصنف. مثال التوضيح: الميثان CH4 سي واتش بس. بنزين عطري C6H6 سي واتش بس. الاسيتيلين C2H2 سي واتش بس. اذا دخل معاه بقى عنصر اخر لا يسمى هيدروكربونات، لا يسمى. يعني مثلا لما اقول CH3Cl ده فيه كربون وفيه مين؟ هيدروجين وفيه كلور. هل هو سي واتش بس؟ ها؟ ده اسمه مشتق. اسمه ايه؟ مشتق منها. لكن كلمه هيدروكربون يبقى سي واتش فقط. اوكي؟ فده جزء مهم في العضويه. الجزء الثاني اسمها مشتقات الهيدروكربونات. اسمها ايه؟ مشتقات. مشتق من اسمها كده مشتقات. اذا مش سي واتش بس، لا ده سي واتش زائد عناصر اخرى. زائد ايه؟ غالبا بقى بيكون اكسجين او نيتروجين مثلا. مثال التوضيح: اما بقول مثلا C2H5OH، سي واتش واو، يبقى ده يصنف هيدروكربون ولا مشتق؟ لان في عنصر كمان دخل عليهم. الجلوكوز C6H12O6 في عباره عن مين؟ سي واتش واو. هل سي واتش بس؟ يبقى اسمه مشتق. ايه الخلاصه بقى؟ هيدروكربون سي اتش بس، مشتق سي اتش حاجات اخرى. حاجات ايه؟ اخرى. تمام؟ طيب الهيدروكربونات مقسومه قسمين اساسيين. حاجه اسمها اليفاتيه. اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ وحاجه اسمها اروماتيه. اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ ايه الفرق بين كلمه اليفاتي واروماتي؟ ايه الفرق بينهم؟ اليفاتي معناها مركبات تشتق من احماض دهنيه. احماض ايه؟ دهنيه. احماض يعني ايه يا استاذ؟ يعني اصلها حيوان. اصلها ايه؟ جسمك حيوان هو اللي بيكونها. خلاص؟ وفيها نسبه هيدروجين عاليه، اتش فيها عاليه شويه عن الكربون. ويعتبر الميثان CH4 اصغر فرد فيها. ركز شويه، في كام اتش هنا؟ 4. كام سي؟ 1. الاتش عالي شويه. مثال تاني، مثال غيره. لما اقول C2H6 ده اسمه ايثان، مش وقته الكلام ده بس المهم. كام اتش؟ كام سي؟ اتش عاليه شويه. فده اسمه اليفات. اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ يبقى اليفاتي جاي من احماض ايه؟ دهنيه. الهيدروجين فيها عالي شويه. والميثان ده اهو، ده اهو اصغر مركب فيها. اصغر مركب عضوي على الاطلاق هو الميثان CH4، اصغر حاجه. اما كلمه اروماتي بقى معناها ايه؟ قال لك معناها تشتق من حاجه اسمها راتنجات. راتنجات. اسمها ايه؟ تاني تاني. راتنجات يعني ايه؟ يعني منتجات طبيعيه. يعني اصلها نباتي. اصلها ايه؟ نباتي. مش نبات، هنا اصلها، دي اصلها حيوان، دي اصلها نبات. ويعتبر البنزين العطري، البنزين العطري C6H6 اصغر فرد فيها، اصغر حاجه فيها ده، وهيبان بعد كده ان شاء الله.
واضح؟ يبقى هاد كربات يعني ايه؟ فيها سي وايه؟ واتش. كم قسم؟ 2، اما الفتيه اما اروماتيه. الفتيه يعني ايه؟ اصلها احماض دهنيه. احماض ايه؟ دي اصلها راتنجات. اصلها ايه؟ هنا الهيدروجين فيها بيبقى عالي شويه، هنا مش عالي قوي. هنا اصغر فرد فيها اسمه الميثان. اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اما هنا اصغر فرد بقى اسمه بنزين عطر. اسمه ايه؟ ده اصغر مركب فيها. طيب نتكلم شويه بقى عن الهيدروكربونات بالتفصيل شويه. هنتكلم عن الاليفاتيه. قلنا اليفاتيه معناها اصلها دهني. اصلها ايه؟ دهني. دي قسمين، حاجه اسمها ذات سلسله مفتوحه. اسمها ايه؟ واقصد بيها كربون مرصوص ورا بعضه كده، سلسله مفتوحه. ده نوع. النوع الثاني اسمها حلقيه. اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ حلقي. يبقى الكربون قافل عامل حلقه. يبقى الكربون يا اما مفتوح يا اما حلقي. مفتوح يا حلقي. ذات سلسله مفتوحه دي قسمين. في حاجه اسمها مركبات مشبعه والتانية اسمها غير مشبعه. تاني مشبعه. كلمه مشبعه يعني ايه في العضويه؟ مشبعه يعني جميع الرابط فيها تساهميه احاديه. اما نقول مركب عضو مشبع يبقى كل الروابط فيها احاديه، كله احادي. لا تلاقي رابطه ثنائيه ولا ثلاثيه، ما تلاقيش. كله احادي. كله ايه؟ كله احادي. مثال التوضيح، لما اقول مثلا CH4 بص كويس على المركب ده، رابطه نوعها ايه؟ احاديه. طب ودي؟ طب ودي؟ طب ودي؟ لقيت رابطه ثنائيه؟ ثلاثيه؟ يبقى مشبع. ده كده كمثال اهو. بص كويس على المركب ده، في اي رابطه ثنائيه؟ ثلاثيه؟ يبقى مشبع. يبقى مشبع يعني ايه؟ كله احادي. كله ايه؟ كله ايه؟ كله احادي مشبع. طب غير ما مشبع، غير مشبع يعني ايه؟ غير مشبع معناه غير مشبع. يعني ايه؟ يعني ممكن تلاقي رابطه ثنائيه او ثلاثيه. ثنائيه وايه؟ مش كله مشبع، مش كله احادي. مش كله ايه؟ يبقى كله احادي مشبع. كله احادي. لقيت ثنائي او ثلاثي؟ المشبع له اسم تاني بيسموها الكانات. اسمها ايه؟ تاني. والالف واللام دي اصل من اصل الكلمه، مش اسمها كانات ولا معرفه بال. الكانات. اسمها ايه؟ الكان. اسمه ايه؟ الكان. اسمه ايه؟ الغير مشبع قسمين، يا اما الكينات. اسمها ايه؟ الكينات. اسمها ايه؟ يا اما اسمها القينات. اسمها ايه؟ لاحظ بس حاجه مهمه جدا جدا. بص هنا بعد الكاف في الف. كانات. هنا بعد الكاف في ايه؟ كينات. هنا الالف موجوده والياء موجوده، خدتها القينات. تاني الكانات، الكينات، القينات. تاني الكانات، الكينات، القينات. تاني افتح اكسر حط الاثنين مع بعض. تاني ها، الكانات، الكينات، القينات. الالكانات ده اسم تاني اسمها برافينات. اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ الاسم القديم بتاعها برافينات. ليه؟ كلمه برافين باللاتيني تعني مركب ضعيف النشاط. ليه؟ كل رابط فيه سيجما، كلها احاديه. كلها ايه؟ احاديه كسرها صعب شويه. كلمه برافين معناها مركب غير نشط. غير ايه؟ نشط. الكانات ميزتها ان كل روابط فيها احاديه. كلها ايه؟ احاديه من نوع سيجما. فاكرين سيجما؟ ايوه، اللي هي تتهجى بالايه؟ بالراس، كسرها صعب. اسمه الالكانات. طب الالكينات ايه نظامها؟ بتلاقي فيها رابطه مزدوجه. رابطه ايه؟ او اكثر، بس تلاقي مزدوجه فيها. ولها اسم تاني اسمها اوليفينات. اسمها ايه؟
اسمها ايه؟ أوليفينات. اسمها ايه؟ أوليفينات. اوليفين باللاتيني معناها زيت، لان الزيوت فيها رابطه تساهميه ثنائيه. فالالكين في رابطه مزدوجه او ثنائيه. اما الالقاين بيبقى في رابطه ثلاثيه. رابطه ايه؟ ثلاثية. او اكثر او ايه؟ أو أكثر. او اكثر. ده اسم تاني اسمها اسيتيلينات. اسمها ايه؟ اسيتيلينات. اسمها ايه؟ أسيلينات. ليه؟ علشان اصغر فرد فيها هو الاسيتيلين ده. ده اصغر واحد فيها، والباقي كله مشتق منه. يبقى تاني، ذات سلسله مفتوح كم قسم؟ 2. اما مشبعه غير مشبعه. مشبعه يا اما معناها فيها رابطه ايه؟ احاديه، كله احادي، كله ايه؟ اما غير مشبع ثنائي وثلاثي. لو كل رواتب فيها احاديه تسمى الكانات. تسمى ايه؟ الكائنات. تسمى ايه؟ الكائنات. لو فيها ثنائيه تسمى الكينات. اسمها ايه؟ الكينات. طب ثلاثيه؟ الكائنات. الكانات كلها أحادية. الكين في رابطه، ثنائية. القاين، ثلاثية. الكان، أحادي. الكين ثنائي. مش ثنائي، رابطه ثنائي. رابطه ايه؟ ثنائي. القاين رابطة ثلاثية. رابطه ايه؟ ثلاثية. طب عايزين نعرف نجيب الصيغه بتاع اي الكان. عرفها ازاي؟ قال لك الالكان صيغته العامه الصيغه الجزيئيه العامه لها. على كده بقى، ادي الالكان وادي الالكين وادي الالقين. انا قلت هنا جميع الروابط بالكربون احاديه، هنا بتلاقي رابطه ثنائيه، هنا بتلاقي رابطه ثلاثيه. طب لو انت عايز تجيب بقى اي رمز الالكان تجيبه ازاي؟ قال لك الصيغه العامه هي سي ان اتش تو ان زائد 2. تاني كده، سي ان اتش تو ان زائد 2. تاني، CnH2n. حيث ان عدد ذرات الكربون. عدد ايه؟ ذرات الكربون. في المركب. ده بقى بنفهم. انا لما اقول ميثان، مس يبقى كام كربون؟ واحد. يبقى ان بواحد. بجعوض بقت سي واحد، اتش 2 في 1 ب 2 و2 4. عشان كده رمزه سي اتش 4. لما اقول ايثان ان الكان ان يبقى كام سي؟ 2. اقعد على دي ب 2 يبقى سي 2 اتش 2 في 2 و2. ده الايثان سي 2 اتش 6. اللي بعده بروبان. بروبان على كام سي؟ 3. سي 3 اتش 3 في 2 و2 وهكذا. يبقى الهيدروجين ضعف الكربون مضاف اليه 2. دلوقتي سي 5 يبقى اتش 12. سي 10 يبقى اتش 22. سي 8 يبقى اتش. سي 6 يبقى اتش. سي 4 يبقى اتش. سي 2 يبقى اتش. والعكس بقى صحيح. لو عارف الهيدروجين اعرف اجيب الكربون. يعني قلت ايه؟ الكان. قلت ايه؟ الكان في 20 ذره هيدروجين. استنى ما اتكلمش بقى. 20 هيدروجين تعمل ايه؟ تشيل 2 الاول وتقسم على 2 بعد كده. مش انا كنت بضرب وازود بضرب في 2 وازود كام؟ 2. لا، شيل بقى 2 دي الاول واقسم على 2. فقلنا 20 هيدروجين، شيل 2 على 2 يبقى هو سي 9 اتش 20. اتش كام؟ 20. طيب انا قلت مثلا الكان فيه 16 اتش، عاوز اعرف فيه كام سي. شيل 2 على 2 يبقى سي 7 اتش 14. طب نفهم بقى، سي 7 يبقى اسمه ايه؟ هبتان. اسمه ايه؟ هبتان. اسمه ايه؟ هبتان. طيب تاني، الكان فيه 10 هيدروجين، عاوزين نعرف كام كربون. 10 شيل كام؟ 2 يبقوا على 2 ها يبقى سي كام؟ 4 اتش 10. بالعارف اسمه ايه بقى؟ ها؟ بيوتان. يبقى عرفت الكربون هجيب الهيدروجين، عرفت الهيدروجين هجيب الكربون. تمام؟ طيب ده الالكان. نخش بقى في الالكين، نغير اللون
الالكين الصيغه الجزيئيه العامه لها CnH2n. تاني CnH2n، حيث برضو N هي عدد الكربون. عدد مين؟ طيب هنبدا مثال. ايثين. اسمه ايه؟ ايثين. هي كلمه اس يعني كام كربون؟ يبقى C2 ضاعف بس H4. ده الايثين. عاوز اجيب رمز البروبين. بروبين هي كام سي؟ ضاعف بس H6. رمز البيوتين. سي بيوتين يبقى السي كام؟ 4 ضاعف بس H8 وهكذا. بس لو انت لماح ما ينفعش مس هنا ما تنفعش. ليه يا باشا؟ لان انا بقول عشان يبقى الكين لازم الرابطه مزدوجه بين الكربون يبقى على الاقل يكون عندي ذرتين كربون. اذا ما فيش مركب عضوي اسمه ميثين. مش مثل هنا، مش موجود. ببدا باس، بدايه اس. يبقى مثلا لو بنفهم بقى بنضاعف بس. قلنا مثلا اوكت يعني كام؟ 8. عاوز رمز الاوكتين 8H 16. رمز البنتين C5H 10. رمز النونين الساعة كام؟ نعكس الموضوع. لو انت معاك الهيدروجين وعاوز الكربون تقسم على 2. تقسم على ايه؟ بس. تقسم بس. بمعنى الكين، والالكين ده فيه 16 ذرة هيدروجين. عاوز اعرف كام ذرة كربون؟ اقسم على كام؟ على 2. يبقى كام؟ ها؟ يبقى اسمه ايه؟ 8 ده كين. مثلا الكين فيه 14 ذرة هيدروجين. اقسم على 2. ها؟ مين ده؟ التين. في 10 هيدروجين. اقسم على 2. ها؟ 5. ها؟ بنتين. واضح؟ اقسم على 2. عرفت كربون اجيب الهيدروجين، عرفت الهيدروجين اجيب الكربون. طيب نخش على الالكاين. نغير اللون كده مع بعض. الصيغه العامه هنا هي CnH2n ناقص 2. يعني تضاعف الكربون وتنقص 2. ناقص ايه؟ 2. اول مركب فيها اسمه ايثاين. اسمه ايه؟ اس يعني كام سي؟ 2. ضاعف الاثنين ونقص 2. 2 ضعفها ها؟ شيل 2 C2H2. ده اول مركب فيها. اللي بعديه بروباين. اسمه ايه؟ بروباين كام سي؟ 3. ضعفها شيل 2 H4. بيوت يعني كام سي؟ C4. ضاعف شيل 2 وهكذا. ولو انت لمحت فينا برضو مس ما تنفعش، لان انا محتاج على الاقل 2 كربون. عشان ده شرط الثلاثيه. على الاقل 2. اذا هنا ممكن ابدا بمس. اصغر حاجه هنا ميثان. هنا ما ينفعش ابدا بمس ولا هنا اصغر مركب الكين 2 كربون اسمه ايثين. واصغر مركب الكاين 2 كربون برضه بس اسمه ايثاين. لاحظ الوزن. بص ان اين اين. تاني كده ها؟ ان اين اين. تاني كده ان اين اين. تاني يا ابني ان اين اين. تاني ها؟ يعني ايه ان اين اين بقى؟ الكين الكاين. خد الترتيب بقى كده. سيبك المس لان المس ده الكان بس. هبدا باس. ايثان يقابله ها؟ يقابله شكرا بروبان. موضوع سهل جدا. ونفس القصه برضه لو عاوز تعرف معاك الهيدروجين عاوز الكربون بقى تعكس. مش انا كنت بضاعف وناقص 2. طب انا عاوز الهيدروجين معايا هيدروجين واجيب الكربون. شيل 2 يعني تزود 2 9 2. زود الاول بقى. يعني مثلا الكاين فيه 10 هيدروجين. هنزود 2 عليه
يبقى 12 على 2 6 يبقى سي 6. ده اسمه ايه؟ ساين ها؟ ساين ولا اكسين؟ ساين اين. اين. طيب في 6 هيدروجين، عايز نعرف كم كربون. زود 2 على 2 4 سي 4 يبقى ايه؟ يوتاين ها؟ يوتاين اخر مره قلنا الكين الكاين تاني. ان ان اي. في حاجه اسمها ميثين، حاجه اسمها ميثاين. لا طيب يبقى اصغر مركب ينتمي للالكينات مين؟ ميزان ميثان. واصغر مركب ينتمي للالكينات الكين. الكين. واصغر مركب ينتمي للالكاين ها؟ ايثاين. طيب انا مش هتكلم بقى، لو بنفهم ماشي. لو قلنا مثلا مركب داوسكيت، انا مش هتكلم اسمه ايه، انا مش هقول اسمه ايه، بس انت لو بعقلك فكر. اولا هو الكان ولا الكين ولا الكاين؟ ها؟ هو الكان. طب هو الكان عرفت ازاي؟ جميع الروابط ايه؟ احاديه. يبقى هو الكان فعلا. نعد كام سي؟ 4 سي. يبقى اسمه ايه؟ يوتان ها؟ يوتان شكرا. ده الكان ولا الكين ولا الكاين؟ مش عرفك. ها؟ طب في كام سي؟ ده اسمه ايه؟ ده البروبان. ده البروبان. طيب لما اعمل كده لاحظ دايما الكربون عامل 4 روابط، دايما عامل 4 ايه؟ روابط. طيب 4 روابط. المهم الاول ده الكان ولا الكين ولا الكاين؟ ها؟ الكين. الكين كم كربون؟ يبقى اسمه ايه؟ ها؟ بروبين. دايما عينك على الكربون. في ذره كربون عامله اكثر من 4؟ في سي على السبوره عامله اكثر من 4؟ في؟ مفيش كده مظبوطه. طيب ده الكان ولا الكين ولا الكاين؟ عرفت ازاي؟ ربط ايه؟ طب في كام كربون؟ يبقى اسمه ايه؟ ها؟ بيوتاين. وبالتحقيق بيسموه 1 بيوتاين. كده بعد كده ان شاء الله ده اسمه 1 بروبان او 1 بروبين او بروبين وخلاص. كده هنقول كده بعد كده ان شاء الله. يبقى اخر مره الصيغه العامه للالكان قلنا الكان الكين الكاين. ده ها CnH2n زائد 2 ها CnH2n بس هنا CnH2n ناقص 2 تاني يا باشا زائد 2 مفيش ناقص 2. الكين الكاين ده كله سلسله هنا مفتوحه. سلسله مين؟ مفتوحه. طيب ده نوع وهنتكلم فيه تاني برضو بعد كده. النوع الثاني اسمه انا قلت مشبع وغير ايه؟ مشبع. ده اللي هو الكان والكين والكاين. في نوع ثاني اسمه حلقي. اسمه ايه؟ اللي فاتي حلقي. فاتي ايه؟ حلقي بقى يعني ايه؟ باسم كده حلقي معناه ايه؟ يبقى الكربون مش ورا بعضه، عامل ايه؟ حلقه. وده نوعين، اسمها حلقي مشبع، حلقي غير مشبع. لو بنفهم بقى مشبع يعني ايه؟ كله احادي بين الكربون بين ايه؟ طب غير مشبع؟ لا مفيش ثلاثي هنا بقى، يبقى فيها ثنائي بس. تبقى ايه؟ تمام. الحلقي المشبع بيسموه الكان حلقي. اسمه ايه؟ الكان حلقي. لو بنفهم بقى بنفهم ليه سموه الكان مش الكين ولا الكاين؟ عشان مشبع. سموه الكان. ان معناه مشبع على طول. ان مشبع، فده ان يبقى مشبع. طب كلمه حلقي يبقى كربون مفتوح سلسله ولا مقفول؟ ها؟ طب عشان بنفهم بقى شويه، عشان بنفهم عشان يعمل حلقه يبقى اقل عدد كربون كام؟ 3. ما هي لو سي واحده هتعمل حلقه ازاي؟ طب لو 2 سي حلقه ازاي؟ اقل حاجه كام؟ مثلث يعني.
يبقى اقل مركب هو كام كربون؟ 3. او بعد كده بقى 4 5 6 كده يعني. اقل حاجه 3. طب بنفهم بقى كام كربون دي؟ نعمله كده 1 2 3 ونقفل. طب كمل بيها هيدروجين كده معايا. 1 2 3 4 5 6. اوكي؟ طب 4 كربون 4 كربون. يبقى 1 2 3 4 ونقفل مع حلقي. كمل هيدروجين. 1 2 3 4 5 6 7 8. طب اللي بعده 5 كربون 1 2 3 4 5 ونقفل. كمل هيدروجين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طب اللي بعده 6 كربون كمل هيدروجين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. لو بقى بتفهم ده تسميه ايه بقى؟ هو كام سي؟ 3. يبقى بروب ولا بيوت؟ بروب. مشبع مشبع يبقى اسمه بروبان. اسمه ايه؟ بس عشان تميزه بقى عن البروبان العادي اللي هو كده لا تقول بروبان حلقي. اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اذا قلت بروبان وسكت اقصد بيها ده. لكن ده اسمه بروبان ايه؟ كلمه حلقي لازم تتقال. الاسم تاني بيسموه اسم تاني اسمه سايكلو بروبان. اسمه ايه؟ سايكلو. اسمه ايه؟ سايكلو. اسمه ايه؟ سايكل يعني سيركل معناها دايره، لكن سايكل معناها حاجه ايه؟ حلقيه. مركب حلق. مركب ايه؟ حلق. مشبع مشبع مشبع. طب تعالى بقى مش هتكلم انا مش هتكلم. دول 4 كربون صح؟ يبقى مس ولا اس ولا بوب ولا بيوت ولا بنت؟ بيوت. بس مشبع بيبقى بيوتان. يبقى ايه؟ ان مشبع. بس كربون حلقه ولا مفتوح؟ يبقى اسمه بيوتان حلق. بيوتان ايه؟ اسم التاني بقى سايكلو بيوتان. اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ مش بيوتان عادي. العادي ده كده 4 كربون ورا بعض، ده العادي خالص. تعالى هنا مش هتكلم خالص بقى. كام سي؟ 5. يبقى بنتان. اسمه ايه؟ ماله مقفول او سايكلو بنتان. اسمه ايه؟ طب هنا ده كم كربون؟ 6. يبقى هكسان. اسمه ايه؟ ومقفول يبقى اصغر مركب حلقي مشبع اسمه ايه؟ بروبان حلقي. اسمه ايه؟ ما تقولش بروبان. اسمه ايه؟ بروبان حلقي او سايكلو بروبان. سايكلو. لو بنفهم شويه هنا كم سي؟ سي 3. التشات 6. كم سي؟ التشات 8. كم سي؟ التشات 10. كم سي؟ التشات 12. بس حاجه ان الهيدروجين ده في الكربون، اذا له الصيغه العامه للالكينات. ليه؟ يعني هو CnH2n نفس بتاع مين؟ الالكين. اسمه ايه؟ وبالتالي ما ينفعش اميز ما بين دول والالكينات بالصيغه الجزيئيه. لو طالب قال لي يا استاذ C3H6 وسابني كده اسمه ايه؟ اقول له ما اعرفش، لانه ينفع يبقى بروبان حلقي وينفع يبقى بروبين. ينفع ايزومرين بقى. خد بالك ايزومرين. ايزومرين متشكلين جزئيين. مثلا لو طالب قال لي C4H8 وسابني كده الرد ما اعرفش، له كذا احتمال. يبقى عشان اميز ما بين مين؟ حاجه حلقيه والكين، اميز بالصيغه البنائيه ولا الجزئيه؟ بنائيه. اسمها بنائيه. ولذلك اسمها بقى بيسموها سايكلو الكانات. اسمها ايه؟ يبقى تاني بقى في الاسم اسمها سايكلو الكانات. اسمها ايه؟ او الكانات حلقيه. تفرق عن الكائن العادي. هي مشبعه برضه. تفرق عنه ايه؟
السلسله ايه؟ مقفول، الحلقه مقفوله. لكن الصيغه العامه بتاعتها شبه الالكين. شبه مين؟ طيب ده حلقي مشبع. حلقي ايه؟ حلقي. طب بقى بنفهم بقى حلقي غير مشبع. يلا شده كله اهو. حلقي غير مشبع. غير مين؟ غير مشبع. هيسمى بقى سايكلو الكين. اسمه ايه؟ مش عندكم ايه في المنهج بس بسرعه كده. يعني معناه ايه؟ ده كده بروبان حلقي اهو. حلقي بروبان ايه؟ اللي هو ده عادي اهو. لو انا شلت منه الاتش دي ودي وقمت حاطط مكانه رابطه مزدوجه. مكان الاتشين دي رابطه ايه؟ مزدوجه. رابطه باي يعني. الرابطه دي. طيب ركز معايا، هل ده مشبع ولا غير؟ حلو. طب يسمى بروب ولا بيوت؟ بروب. طيب حلق ولا مفتوح؟ يبقى سايكلو بروبان ولا سايكل بروبين؟ ها؟ بروبين. اسمه ايه؟ سايكلو بروبين. اسمه ايه؟ او بروبين حلق. اسمه ايه؟ ركز معايا. دول كده ده كده اسمه بيوتان حلق. اسمه ايه؟ اهو. لو شلت منه اتش دي واتش كمان من هنا كمان يا عم اهي دي كمان وقمت عامل كده اهو. يعني شلت اتش، خد بالكم. شلت اتش، شلت اتش هنا، اتش من هنا، قمت حاطط رابطه مزدوجه. رابطه مزدوجه حوالي عليه برضو بيوتان حلقي ولا بيوتين حلقي؟ ها؟ بيوتين حلقي. بيوتين ايه؟ حلقي. ماشي كده؟ يبقى الحلقي الالفاتي كم نوع؟ 2 منه مشبع وغير مشبع. المشبع اسمه الكان حلقي. اسمه ايه؟ والغير مشبع الكين حلقي. الكين. المشبع الاسم الثاني اسمه سايكلو الكان. اسمه ايه؟ الغير مشبع اسمه سايكلو الكين. سايكلو ايه؟ في فرق كبير جدا. المشبع كله رابط ايه؟ اما الغير مشبع فيه رابطه ايه؟ ثنائيه. طب لو بتفهم بقى الصيغه العامه ده ايه؟ انا شلت اتشين كمان، ده كان سي ان اتش 2 ان وشلت كمان اتشين يبقى سي ان ناقص مين؟ زي مين بقى؟ زي الالقاين. زي ايه؟ زي مين؟ زي الالقاين. ماشي؟ كل اللي انا ده كل ده الفاتي. كله ايه؟ يبقى تبقى بسرعه كده بقى بسرعه. الالفاتي كم نوع؟ 2. لا احنا قلنا ذات سلسله مفتوحه او حلقي او ايه؟ مفتوح السلسله ده قسمين. ماله؟ مشبع وغير مشبع. المشبع اسمه الكان. اسمه ايه؟ الغير يا الكين يا اما القين. الكين ايه؟ الحلقي برضه نوعين، في منه مشبع وغير مشبع. المشبع اسمه ايه؟ الكان حلقي. الكان ايه؟ او سايكلو الكان. لو غير اسمه الكين حلقي. اسمه ايه؟ او سايكلو ايه؟ الصيغه العامه هنا سي ان اتش 2 ان زائد 2. طب هنا سي ان اتش 2 ان. طب هنا سي ان اتش 2 ان ناقص 2. طب ده زي دي سي ان اتش 2 ان. طب ده سي ان اتش 2 ان ناقص 2. هنا كل الرابط وحديه كلها من النوع سيجما، يعني كلها بالراس كسرها صعب. هنا في رابطه ايه؟ مزدوجه. مزدوجه دي معناها واحده سيجما وواحده باي. واحده ايه؟ يعني واحده بالجنب وواحده بالراس وواحده بالايه؟ بالجنب. واحده كسرها صعب واحده كسرها سهل. الالقاين 3 رابطه ثلاثيه، يبقى رابطه ورابطه ورابطه. واحده سيجما باي والثانيه باي. واحده بالراس واثنين بالجنب. واحده قويه واثنين ضعاف. هنا كله مشبع يبقى كله سيجما. دي رابطه مزدوجه واحده سيجما واحده باي. طب احنا كنا قلنا احنا بنتكلم في مركبات الفاتيه. كل اللي فات ده ايه؟ الفاتي. هنتكلم عن بقى كلمه اروماتي. هيدرو كربونات اروماتيه. يعني ايه كلمه
اروماتيه دي بقى يا باشا؟ هي مركبات اولا حلقيه، يعني الكربون عامل حلقه. 2 غير مشبعه، اذا مش كله احادي. الحلقات هنا حلقات سداسيه. حلقات ايه؟ سداسيه. ما ينفعش لا ثلاثي ولا رباعي ولا خماسي، اقل حاجه 6. كل حلقه فيها رابطه احاديه وثنائيه بالتبادل. بالايه؟ هنوضح الكلام ده. اصغر مركب فيهم اسمه البنزين العطري. اسمه ايه؟ عامل ازاي؟ حلقه سداسيه، 6 كربون هم قافلين مع بعض. حلقي غير مشبع، يعني مش كله احادي، بها رابطه احاديه وثنائيه بالتبادل. لو دي احاديه يبقى دي ثنائيه، احاديه تبقى ثنائيه، احاديه تبقى ثنائيه. ونكمل بقى الهيدروجين. بالمنظر ده. ركز بقى معايا، ركز قوي معايا. كم سي؟ سي 6. التشات 6. ركز في كل ذره كربون، هتلاقي كربون رباعي. السي دي 4 روابط، السي دي 4 روابط، السي دي 4، سي دي 4، سي دي 4 4. مظبوط. ده اروماتي. ده ايه؟ عملتها كده ماشي. خلاص. في طريقه ثانيه هقول لك عليها. واحد كمان غيره ركب اسمه نفسلين. اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اسمع نفسلين. عارف نفتالين؟ نفتالين بيلي هلا. الاتوبيس. الاتوبيس. طب ماشي. النفتالين ده عامل ازاي يا معلم؟ حلقتين سداسيتين ماسكين في بعض بالجنب. بالايه؟ يعني ازاي؟ ادي واحده اهي، والضلع ده اهو مشترك ماسك الحلقه الثانيه كده. دي رابطه مزدوجه، يبقى دي احاديه، يبقى دي يبقى دي. خش هنا، دي مالها؟ يبقى دي يبقى دي. تعال نكمل الهيدروجين. هتلاقي هنا في اتش واحده ناقصه، وهنا اتش واحده ناقصه، اتش ناقصه، اتش ناقصه. هنا مفيش. خد القاعده كده: اماكن اتصال الحلقات ما فيهاش هيدروجين. الاتصال ما فيهاش هيدروجين. 1 2 3 4 خلاص. هنا برضه 1 2 3 4 خلاص. هنا في اتش ناقصه، اتش ناقصه، اتش ناقصه، اتش ناقصه. ده اسمه نفسلين. اسمه ايه؟ عد معايا بقى كام كربون وكام هيدروجين تعرف تجيب الصيغه الجزيئيه. كام سي دول؟ 6 وده 4، يبقى سي 10. الاتشات 1 2 3 4 5 6 7 8، اتش 8. لاحظ حاجه، ان من الصيغه البنائيه بعرف اجيب الصيغه الهين الجزيئيه، لكن من الجزيئيه صعب اجيب الصيغه الهين. يعني انا لو اديتك دي، اديتها لك وقلت لك فكها لي، لو بت جنبها، لو فقست جنبها، لا يمكن تعملها كده، لا يمكن تعملها كده. لو فقست استحاله تجيبها، لكن كده تجيبها هنا عادي. نفس القصه برضو. ده كده لو اديته لك كده اهو وانت مش عارف اصله ايه، لو بت جنبه مش هيطلع معاك كده عمره. فالبنايه يجيب الجزيء سهل، لكن الجزيء يجيب البنايه ده صعب قوي، الا لو انت عارفه، الا لو انت عارفه. طيب، في اختصار بقى للكلام ده. اختصار الكلام ده ازاي؟ قال لك يا باشا في العضويه في حاجه اسمها صيغه هيكليه. صيغه ايه؟ يعني البنزين ده مش هكتبه كده. اكتبه ازاي؟ كده اهو، شكل سداسي بس كده. دي رابطه ايه؟ سيبها وحدين. دي رابطه ايه؟ ثنائيه. يبقى دي ثنائيه. يا استاذ ده هو ده. اي حد بتاع عضويه عارف ان هنا في سي وهنا سي وهنا سي وهنا سي، هنا سي، هنا سي، من غير ما تقول له عارف. وعارف ان السي ده اهي عامله 4 روابط، 1 2 3. هتقول لي فين الرابعه؟ في اتش هنا اهي بس مش مكتوب في الهيكليه، ما بتتكتبش، ما بتتكتبش. ده البنزين. طب انا الرابطه بالزوجه دي مكانها محدد؟ لا مش محدد، في اي مكان.
انا عملتها كده ماشي كده اهو. دي المزدوج، خلي دي وحديه مزدوج وحديه مزدوج. هنقول الكلام ده ان شاء الله في البنزين بعد كده. يعني ده بنزين، يعني ده يا استاذ هو ده هو ده والاحسن لا ده ولا ده ولا ده. امال ايه؟ ده اهو دايره كده بس. ده البنزينات، ده البنزينات. شايف؟ ده هو ده هو ده، واحنا دايما بنكتبه كده. طب النفسيين بقى اكتبوا ازاي لو بنفهم بقى؟ ادي حلقتين. دي كانت ايه؟ مزدوجه مزدوجه، يبقى دي تخش هنا. دي ايه؟ مزدوجه وحديه. ها شكرا. والافضل كده اهو، حلقتين حلقتين وتحط فيهم كحكتين بتوع الكيمياء. كيمياء واحياء. البنزين كحكه الكيمياء بس، اما النفسلين كحكتين، واحد كيمياء واحد ايه؟ احياء. بعد كده ان شاء الله، بعد كده ان شاء الله، بعد كده ان شاء الله في مركب اسمه انسراسين. اسمه ايه؟ انسراسين. اسمه ايه؟ عامل كده بالظبط. لا هكبرها شويه دي عشان تبان، عشان دي مهمه قوي، تبان قوي بقى. دي كده حلقه ماسكه في حلقه ماسكه في حلقه. يلا اهي من ده كله اهي. كحكه الكيمياء والفيزياء والاحياء. كيمياء فيزياء احياء، يبقى انسراسين. الأروماتي حلقي. ركز بقى، حلقي حلقي غير مشبع. غير ايه؟ مشبع. برابطه مين؟ حاديه ثنائيه بالتبادل. بالايه؟ تطلع بقى حلقه واحده، يطلعوا حلقتين، يطلعوا ثلاثه، يطلعوا اربعه، يطلعوا خمسه، تفرق. بالمناسبه بقى من حلقات ممكن تجيب الصيغه الجزئيه. بمعنى دلوقتي لما اعمل كده، لو انت عملت لك كده اهو مثلا كده اهو، شكلها وحش كده ليه؟ نعدلها شويه، نعدلها شويه كده، والثانيه اهي، والثالثه اهي. هل انا ممكن استنتج الصيغه الجزئيه من المنظر ده؟ طبعا. هعد الاركان كده معايا. كربون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 سي 14. الاتشات هنا في اتش مش مكتوبه بس موجوده. 2 3 4. المكان اتصال ما فيهوش ولا ده ولا ده فيه، يبقى 5 6 مفيش. ها 7 8 9 10. في بقى حاجات مهمه جدا تعرفها. طب مثلا ادي هكسان حلقي. طب وده كده بنزين عطري. هكسان حلقي، بنزين عطري. ايه الفرق بين الاثنين؟ ده مشبع، ده غير مشبع. ده اليفاتي، ده اروماتي. ده له صيغه عامه CnH2n، ده ملوش صيغه عامه، ملوش صيغه عامه اصلا. تمام؟ فده غير ده. تعمل لي كده تقول ده بنزين، ده مش بنزين يا حبيبي، ده اكسان. حطيت الكحكه بقى بنزين. ده كده، ده كده ما ينفعش تقول عليه انسراسين، قصدي نفسلين. نفسلين ما ينفعش، لازم يعني كحكتين كيمياء واحياء. كده 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 مش انسراسين، لازم كيمياء وفيزياء واحياء. حط الكحك بقى اروماتي، شلت الكحك بقى اليفاتي. حط الكحك، شلت الكحك. طيب ده بقى اروماتي ولا اليفاتي؟ ها؟ انت حمار، لان قال اروماتي اقل حاجه حلقه سداسيه. دي سداسيه يا غبي، ما ينفعش بحطك كده. انت حمار. انت ايه؟ حمار. اقل حاجه 6 يا حبيبي، دي 6. ها؟ الاروماتي يبدا بكام كربون؟ 6. اقل حاجه حلقه ثلاثيه، مفيش ثلاثيه ولا رباعيه ولا خماسيه. اقل حاجه كام؟ 6. ها؟
يبقى اخر مره بقى الهيدروكربونات كم قسم؟ 2. اما هيدروكربون يعني ايه؟ السي والايه والاتش. اما اليفاتيه، اما روماتيه. قلنا اليفاتيه كم قسم؟ 2. ذات سلسله مفتوحه وحلقيه. ذات سلسله مفتوحه دي قسمين، مشبع وغير مشبع. المشبع اسمه الكان، اسمه ايه؟ والغير يا الكين يا القين. ايه الفرق بينهم؟ الالكان كل رابط وحديد من الكربون، الالكين رابطه مزدوجه من الكربون، القين دي القين رابطه ايه؟ ثلاثيه. القين رابطه ثلاثيه. اما الحلقي بيبدا من اول كربون 3. يبدا من كام؟ 3 لانه حلقي. وده قسمين، يا اما مشبع يا غير مشبع. مشبع اسمه الكان حلقي، الكان ايه؟ او اسمه سايكلو الكان، سايكلو. غير مشبع اسمه الكين حلقي، اسمه ايه؟ او سايكلو الكين، سايكلو ايه؟ هنا البدايه بتبقى كده: بروبان حلقي، بيوتان حلقي، بنتان حلقي، هكسان حلقي. خد بالك. طب عاوز تخليها الكين، حط ربط: بروبين حلقي، بيوتين حلقي، بنتين حلقي، هكسين حلقي. اروماتي بقى لازما حلقه ايه؟ سداسيه او اكثر، على الاقل ثلاثيه. اصغرهم البنزين العطري، قلنا كده ده البنزين العطري، ده اروماتي. تاني واحد عامل كده اسمه نفسالين، نفسالين. تالت واحد عامل كده اهو، اهو في الثلاث كحكات: كيمياء فيزياء احياء، كحكه وكحكه وكحكه، انثراسين، وهكذا بقى. ماشي الحال؟ ماشي الحال.